لعيب ايا كان بحكايه الهروب. حتى لما بتكلم معاك عفوا بهزر بقول هو حسين شحات مصاب مش مصاب، لكن انا اقول لعيب مصاب وهرب دي حاجه او لمح بكده. لا، ممكن انا اكون كصحفي عندي معلومه، عندي تقرير طبي بليغ، انا عرفت اجيب تقرير طبي او بتاع الكلام ده، فانا دورت برضه ما انا الناس عماله تقول هرب وما اقدرش اقول كلام زي ده. لا طبعا مش هربان، اصلا هيهرب ليه؟ سيبك ان يعني كده هيهرب ليه، لكن طبعا مش هربان. ده خد بالك حسين عنده الشحات عنده يعني شد خفيف، تقلص تقلص، فهو تواصل مع النادي الاهلي قال لك يعني يفضل ان هو يريح عشان يلعب ماتش سيمبا. طبيعي ومنطقي انه هيلعب ماتش سيمبا وهيبدا ماتش سيمبا، والاهلي له 10 في المنتخب. وبدايه ماتش سيمبا لا انا بتكلم عن حسين الشحات، بدايه الماتش سيمبا مش معناه ان هو سليم وهارب عشان بس الناس ما تربطش، لكن هو حق ربنا ان هو هو ما طلبش ان هو يسيب المعسكر، ان الكابتن حسام هو اللي قال له سيب المعسكر خلاص ما دام انت مش موجود، واصر ان يعملوا الاشعاعات والسونار والكلام ده والحاجات دي. حتى لو بقى ظهرت بقى بدرجه معينه بدرجه خفيفه او الكلام ده، لكن هي بالبلدي بالمنطق بكل حاجه. احنا في المنتخب زي ما كابتن عبد كنا بنتكلم قبل ما ندخل، ده هو انا ده ما ندخل المنتخب تاني. يعني انتوا محمد صلاح قال لكم ان هو مصاب، لعب ماتش في الدوري الاوروبي جاب 6-1 جاب جون وعمل 3 والدوناتي جاب جون، ولا يا جماعه محمد صلاح مصاب، مسكور ده مصاب، وحسين الشحات اللي مصاب بتتكلموا عليه. حطش حسين في دماغك او اي اهلاوي عشان هيعمل لك صداع. انا قلت ان عدم تواجد صلاح في المعسكر ده يعتبر ميزه كبيره للكابتن حسام، ان هو يبني المجموعه ويروح مدخل عليهم صلاح. يعني انا بقول ان المجموعه دي محتاجه ان هي تبقى سوليد، تقوى كمجموعه بعيدا عن النجم بتاعها. بس لو كانت اتاخدت بالمعنى بتاعك لا ما هو ده اللي انا قصدي. لا انا بقول ان هي المعنى الفني انا بتكلم من الناحيه الفنيه. ما هو طبعا ما هو ايه المعنى بتاعك ده محترف جدا وراقي جدا. لكن لو هي المفروض تتاخد كده خلاص، الراجل مش موجود، الراجل هيبقى معايا شهر 6 كده، المفروض تخلص لان كده صلاح هيبقى موجود ان شاء الله باذن الله. باذن الله هيكون موجود طبعا. فيبقى جاي على فرقه سوليد، فرقه عرفت تلعب من غيره وتكسب من غيره ويخش، يبقى هو بقى اللي ايه، هو الكريمه اللي هتديك ال 15 20% زياده باي وضع. هو هيبقى محتاج كل اللعيبه ومحتاج افكار جديده زي ما انت بتقول، منها ان صلاح ما يكونش موجود. صلاح زي ما كانش موجود في ماتشين في البطوله الافريقيه. انت لازم تكون في خطط بديله. سبحان الله، محمد صلاح ما جاش هنطلع فوائد عدم وجود صلاح، ولو جه فوائد وجود صلاح، ولو مشي الرحمه من عندك. منتخب مصر من غير محمد صلاح قمه الاصلاح.